المهم كتولي على هذا اللون هذا. هنا البنات السر هو في هاد الطافيه ديال العسل. هنا البنات فين كاين السر ديال العسل اللي كيخلي العسل ديالكم كيجي زوين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم فاطمه ام ياسمين. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليه افضل الصلاه والسلام. البنات عواشركم بروكو باش ما تمنيتوا ان شاء الله. الله يدخل علينا وعليكم هذا رمضان بالصحه وبالسلامه وبالرزق وبالهنا وبراحه البال، وكاع اللي عنده شي امنيه في البال ديالو يا ربي تحققها ليه. المهم البنات في هذا الفيديو غادي نشارك معكم العسل البنات بكميه كثيره، ولكن نتوما يمكن لكم تخدموا غير 2 كيلو ديال السكر ولا 3. المهم المقادير غادي نعطيها لكم البنات مضبوطه. المهم على بركه الله. هنا عندي 10 كيلو ديال السكر، يعني كنخدم 10 ب10. المهم هنا عندي 10 كيلو ديال السنيده كيف ما تتشوفوا. غادي نعطيكم كذلك نصيحه. هنا البنات الصراحه انا تخويت واحد الكيلو هنا في الطنجره عندي، وعادو انا نقول علاش لا ما نشاركش مع البنات الجداد اللي بحال غيلتحقوا بالقناه ديالي. شارك معاهم العسل، واخا انا سبق ليا ونزلته في القناه ديالي شحال من خطره، ولكن ما فيها باس نعاودوه. كيكونوا نصائح جديده، كتكون بزاف المعلومات. المهم البنات بالنسبه للسكر، باش كتصايبوا العسل من الاحسن انه يكون داك السكر اللي هو رقيق، لان كتعرفوا كاين واحد السكر اللي هو يعني خاشن، تيكون غليظ يعني بحال السميده الغليظه، وتيكون كذلك اللون ديالو احمر. المهم البنات هذا السكر هذا كيجي زوين في العسل، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. على بركه الله غادي نخوي هاد 10 كيلو كله هنا عندي في الطنجره، وغادي نرجع معكم باش نوريكم القياس ديال الماء. العسل البنات مضمون 100%. جميع البنات والعيالات صراحه الاصدقاء اللي كنعرفهم والناس اللي يتفرجوا في الفيديوهات كلهم جربوا العسل، كلهم صراحه صدق ليهم زوين. ما كيطيبش، يعني ماشي ضروري طنجره الضغط. وكذلك البنات بزاف ديال النصائح بزاف ديال المعلومات غادي تسمعوها معايا في هذا الفيديو بجميع الخطوات ان شاء الله على بركه الله. مهم ما كاينش اللي غيشد ليا التليفون. غادي نخوي هاد السنيده كامل هنا د 10 كيلو، يعني 9 اللي بقات ليا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات كيف ما تشوفوا معايا بعد ما درت الكميه اللي عندي ديال السكر كامله 10 كيلو هنايا، غادي نوريكم كذلك العبار ديال الماء البنات. الماء اللي غادي نحتاجو بالنسبه عندي 10 كيلو ديال السنيده غادي نحتاجو ليها 5 لتر ديال الماء. 5 لتر ديال الماء. هنا عندي القراعي كل وحده فيها يعني 2 لتر، وعندي هنا لتر معبور. 5 لتر البنات ديال الماء اللي غادي نحتاجو لهاد العسل. بسم الله. اولا لهاد الكميه ديال السنيده، يعني كل كيلو ديال السكر فيه نص لتر ديال الماء، يعني 2 كيلو فيها لتر تاع الماء. غندير هاد الماء اللي عندي كامل ونعاود نرجع معكم باش تشوفوا القياس ديال الحامض. كيف ما شفتوا معايا درت 5 لتر تاع الماء، وغادي نزيد مقدار ديال رابعه ديال الماء البنات، يعني 250 مليلي ديال الماء اللي غادي نزيد. تقريبا واحد كاس 2 كيسان ديال العنبه اللي غادي نزيد ديال الماء. ها الكاس الاول البنات، وها الكاس الثاني. غادي ندير الطنجره ديالي على الفورنو ونقول لكم علاش انا زدت هذا الماء بالضبط. هنا البنات كيف ما تشوفوا معايا دابا هنا غادي نقول لكم علاش انا زدت هذاك 2 كيسان ديال الماء. زدناها البنات على وديت هذا البخار هذا، لان ملي كتكون الطنجره غادي طيب يعني محلوله اللي غنديروا فيها العسل. حنا ماشي غنخليوها محلوله، ولكن غادي نتغطيو بحال هكا واحد النص بحال هكا السده. الوقيته اللي كيبدا العسل يعني كيتم جاي بحال غادي يفيض، كتنقصوا العافيه مزيان وكتحيدوا الغطايه وكتخليوه. هنا كيف ما تشوفوا يلاه بدا تيغلى هاد الماء مع السكر. صافي هنا غادي نخليه حتى يطيب مزيان، وغادي نطلق فيه دابا الحامض اللي انا قطعته. يلاه غنطلقوا دابا. هنا البنات غادي ندير المجموع ديال 3 ديال الحامضات كيف ما تشوفوا معايا. 3 ديال الحامضات يعني كل يعني 4 كيلو كنديروا فيهم مثلا حامضه. كل 4 كيلو كنديروا فيهم حامضه. الحامضه البنات راه ماشي صغير، يعني جاي للحجم الكبير. يعني هنايا درت المجموع ديال 3 ديال الحامضات هو اللي غنقطعهم البنات وغنديرهم دابا. وغادي ندير البنات واحد البرتقاله، واحد الحبه ديال الليمون ولا البرتقال. هنا البنات انا راه درت النافيل هو اللي موجود عندي. المهم اي نوع ديال البرتقال عندكم ديروه. درت انا واحد الحبه قطعتها هكا دوائر حتى هي غادي نديرها كيف ما تشوفوا معايا. كيعطي البنات واحد المذاق اللي هو زوين. صافي البنات هنا ما كندير لا قرفه
يعني لا حتى شي حاجه، لا اتاي حبوب لا حتى شي حاجه. غنخلي العسل حتى كيطيب مزيان. يعني كل ما كانت الكميه كثيره ديال السكر كل ما كياخذ لينا وقت اللي هو طويل. غادي البنات في الاخر تاع الفيديو غنقول لكم شحال خدا ليا ديال الوقت. وهنا البنات كيف ما تتشوفوا معايا العسل راه مازال ما طاب، فقط غير كنوريكم. العسل ما كيتحركش، فقط غير كنوريكم يعني هكا الليمون كيفاش باقي مع داك الحامض. العسل راه باقي يعني كيبان خضر. المهم كنخليوه يطيب مزيان، كنغطيو كنخليو منفس من واحد الجهه، يعني ما كنديروش الغطايه كامله. هنا البنات العسل ملي تيقرب يطيب راه كيبدا يدير هاد الكشكوشه هاد الرغوه. انا العسل كنخليه حتى كيطيب، ما كنحركش، فقط غير انا دابا حيت دايره معكم الفيديو. هنا البنات راه ما بقى والو ويكمل العسل في الطياب، فقط كنوريكم مرحله برحله باش بالنسبه للبنات المبتدئات ملي كيتغير العسل كيبقاو يعني فيهم الشك، ما كيعرفوش واش وصل للمرحله ديال انه راه وجد ولا مازال. شوفوا البنات هذيك الكشكوشه اللي كانت بيضه في الاول كيفاش كتولي عسليه في الاخر، يعني كتولي بحال الكراميل، ممكن كتولي على هذا اللون هذا. هنا البنات السر هو في هاد الطفيه ديال العسل. هنا البنات فين كاين السر ديال العسل اللي كيخلي العسل ديالكم كيجي زوين. كيف ما شفتوا معايا عندي يطرو الماء، يطرو ديال الماء بارد البنات من الروبيني، كنزيدو شويه بشويه. كيف ما شفتوا معايا انا هنا عندي 10 كيلو ديال السكر، درت فيها يطرو الماء باش طفيت هاد العسل هذا. بالنسبه للبنات اللي غاديين يديروا 2 كيلو ديال السكر، كناخذوا كاس ديال الماء، هذاك اللي كنشربوا فيه المناضه ولا العصير، يعني ماشي كاس ديال اتاي، يكون كاس كبر منه اللي كنشربوا فيه المناضه ولا العصير، هو اللي كنطفيو به داك 2 كيلو ديال السكر. المهم البنات هنا العبار مضبوط. وكيف ما قلت لكم 2 كيلو ديال السكر راه فيها يطرو الماء، 2 كيلو فيها يطرو ديال الماء، وكنطفيوها بالاخر. يعني في الاخر كنطفيوها بكاس تاع المناضه يعني ديال الماء بارد. وصافي البنات هنا من بعد ما كندير هذاك الماء كيف ما قلت لكم السر في هذه اللقطه هذه، كنخلي ديك الطنجره ديالي حتى كتغلى مزيان، حتى كترجع الكشكوشه يعني لون واحد، ماشي بزاف تاع الوقت، تقريبا واحد 3 دقائق هكاك ما كاملاش. كترجع عندي ديك الكشكوشه الفوقانيه مرغيه، ما كتبانش بيضه بزاف. صافي وكنطفيو عليه. انتم البنات راه علاش انا شاركت معكم مرحله بمرحله، واخا غادي يجيكم فيديو شويه طويل نتمنى ما تملوش منه. ونتمنى البنات ولا العيالات اللي هما يعني كيصدق لهم العسل يبارطاجيو مع البنات ولا العيالات المبتدئات اللي اول مره غادي نبداو يديروا في العسل وداك الشيء، يعني غيدخلوا المطبخ ويبداو تما يطيبوا. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش ان شاء الله تعم فائده على الجميع. وهنا كيف ما شفتوا معايا راه انا ما قطعتش نهائيا. صافي اين فو كتبان ليا ديك الرغوه، شوفوا هنا راه باقي عندي في الجناب بيضه، غير كتبان ليا ديك الرغوه ولات على لون واحد، يعني خصها تكون بحال داك اللون اللي كاين الوسط، الرغوه الوسطانيه، ديك الكشكوشه الوسطانيه تكون بحال هذاك اللون. المهم هي كتبان لي ولات لون واحد. وصافي البنات كنطفي عليها وكنخليو العسل ديالنا كنساوه، صافي كنخليوه حتى يبرد. الشكل النهائي ديال العسل اولا كيفاش كيولي داك العسل باش كتعرفوه واش هو هذاك ولا لا، كتخليو العسل ديالكم حتى كيبرد. صافي هذيك الساعه كتقلبوه كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر تاع الفيديو، غادي يبان لكم الشكل النهائي ديال العسل هو بارد. انا البنات راه العسل طيبته في العشيه وخليته حتى اليوم الثاني في الصباح. عاد انا دابا هنا طفيت عليه البوطه، دابا هنا البنات حنا طفينا العسل ديالي، خليته بات يعني حتى النهار الاخر. هانتوما البنات العسل تيكون ما ثقيل ما جاري، تيكون عادي، وملي كتكونوا كتهزوا بحال هكا كيكون ما كيتقطعش. شوفوا البنات كيكون ما كيتقطعش. المغرفه ديال الحديد كيبان لكم العسل في هذا اللون هذا كيف ما غادي تشوفوا معايا. ملي قلبت المغرفه راكم شفتوا اللون ديالو يعني ذهبي. العسل ما كيتقطعش البنات. العسل اللي كان كيتقطع ملي كتكونوا كتخويو بالمغرفه كيكون انه كيعني انه راه جاري. شوفوا العسل كيبقى خيط واحد وما خصوش يكون